بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جالكم فكره جميله جدا وباذن الله تعجبكم. فكرتي النهارده هي مش اشغال يدويه، هي نشاط مدرسي وافكار مدرسيه تعجبكم جدا. بس قبل ما ابدا معاكم اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي فيها حاجه حلوه مع دول. فكرتي هي عباره عن المطلوب ان انا اعمل حرف من الحروف الابجديه بالحركات بتاعتها، الحركه اللي هي الفتحه والكسره والضمه والسكون كده. بس انا النهارده هعملها بشكل كتاب وشكلها يبقى جميل جدا باذن الله. انا هنا عندي جبت الفوم اللي هو الساده مش البرونز، ده اللي هشتغل عليه. وجبت انا اخترت حرف الالف، تمام، وهقص حرف الالف بالحركات بتاعته، تمام. انا هنا عندي الفوم اهو، هقصه من على الحرف. وعندي كمان ورق اللي هو الورق زي ورق التصوير كده بس ملون بالشكل ده، تمام. وانا قصيته صغرته، قصيته بالمقص اللي هو المشرشر، تمام، وبقت بالشكل ده معايا، تمام. وهجيب الفوم هعمله نفس الشكل ده كده، نفس الشكل بتاع الورق، بس دي هتبقى اكبر شويه. وهقص نفس الالوانات دي على اللون ده اهو كده. انا قصيت الاربعه بنفس الشرشره بتاعت الازرق بالشكل ده، تمام. وهجيب الورق اللي انا برضو قصيته نفس الشكل بس الحجم اصغر من الفوم، وهحط مثلا هتبقى كده، تبقى بالشكل ده كده كل واحده، واحط عليها اللون. هبدأ دلوقتي بدي كده، واجيب غيرها الزق بغيرها، الزق بجلو اللي انا عاوزاه او المتاح، تمام، مفيش مشكله يعني منه كده. اهو كده بعد ما لزقت الاربع الوان بتوعي بقت بالشكل ده، بدأت تظهر، بقت جميله جدا بصراحه، تمام. اسيبها تهدى شويه على ما اعمل الحرف بتاع الالف. انا هنا عندي جبت ورقه ورسمت عليها حرف الالف بالحركات بتاعتها او التشكيل بتاعها، تمام. وهبدأ اطبق ده على الفوم. يعني انا عندي هنا قصايص فوم اللي هو البرونز ده، قصايص مش محتاجين ان احنا نشتري ولا حاجه، يعني اي قصايص بقى عندنا هناخد منها الالوان اللي احنا عايزينها وهنعملها، تمام. انا هنا اهو عندي الحرف، احطه كده على الفوم، وابدا امشي بس بالقلم كده. وبعد كده هقص الفوم على الشكل اللي انا عاوزاه اهو كده اهي، احددها عشان اعرف اقصها اكتر كده بالشكل ده. عندي مش عارفه هي ظاهره ولا ايه، تمام. هقصها بالمقص كده، بقت عندي كده.
تمام. والهمزة برضو نفس النظام، عندي الهمزة اهي برضو هاخدها، بس وانا بعمل هحدد بالعكس، يعني دي كده عدلة الكلمة، لا هحددها بالمقلوب عشان خاطر تطلع مظبوطة معايا في القص اهو كده الهمزة. تمام، حددها كده برضو عيد عليها عشان اعرف اقصها كويس كده بالشكل ده. هعمل الوانات، مش هيبقى لون واحد، انا هغير في الالوان كده. يبقى عندي الهمزة كده كده. الالف ظهر عندي، انا هنا عملت كذا لون تاني بس حبيت اعمل ده معاكم. تمام، الموضوع مش صعب خالص، من بواقي فوم عندنا بنعمل اللي احنا عايزينه. دي الحركات بتاعتها، فتحة، كسرة، ضمة، سكون، يعني الموضوع مفهوش اي حاجة خالص، الموضوع سهل جدا. هبدأ ألزق ده على الفوم اللي انا قصاه. تمام اهو، بعد ما دي نشفت الورق ده والحروف اللي انا قصيتها، هبدأ ألزق الحروف على الصفحات بتاعت الكتاب اللي انا هعمله. تمام، يعني مثلا هنا هجيب حرف الالف كده بالشكل ده والتشكيل بتاعها، واقوم جايه ملزقاه. تمام، وعندي كمان صور للحروف انا قصها من كتاب كيجي، صور باسامي الفتحه والكسره والضمه. تمام، وهلزقها برضو جنب الحرف، وهكتب برضو الاسم بتاع الكلمه تحتيها، وهزينها برضو بالوان برونز. انا مش حابه وحابه اكتفي بالصور بس. تمام، مفيش اي مشكله. تمام، انا هنا اهو هلزق الحرف كده. تمام، انا قصيت المتاح عندي اللي هو البرونز اللي هو مش بيلزق، العادي، لو في بيلزق هيوفر علينا كتير يعني كده. كده الزقها هنا كده. والفتحة دي هتبقى ألف فتحة كده، حطها فوقيها. تمام، بقت معايا بالشكل ده، وهلزق برضو دول كده. اهي صورة الاسد، الف اسد فتحة. تمام، والارنب نفس الكلام. هو افضل لو في لزق احسن من الشمع يعني، جلو غيره، بس انا ما حطيتش غيره تاني عشان لسه الورق ده طري ما نشفش كله يعني.
كده. بقت بالشكل ده كده عندي الحرف بالتشكيل بتاعه، بالاسم الفتحة بتاعته يعني. تمام. التانية برضو هعمل فيها الالف برضو كده، بس دي كسرة. احنا عملنا الفتحة وهعمل دي الكسرة. بعد ما عملت لزقت الحرف بالسور، بقى ده الشكل النهائي بتاعها. تمام اهو، ده الالف فتحة، وده السكون الكسرة، وده الضمة، وده السكون. ده كده بقى شكل الحرف بتاعي بالتشكيل بتاعه او بالحركات بتاعها. تمام. انا كده فاضل لي خطوه واحده. انا هنا خرمت الفوم عشان طبعا هربطها ببعضها. فاضل لي خطوه واحده اللي هي الغلاف بتاع الكتاب. هجيب اي لونين شكل بعض. تمام. وهبدا ازينهم او اعمل انا اخرمهم الاول عشان التزيين يبقى معايا براحتي كده. تمام كده. عشان هربط في الاخر كله في بعضه كده. هعمل التانية زيها. طبعا انا معلمة مكان الاخرام عشان عشوائي كده، مش ممكن ما تظبطش معانا كده. همسك الجزء اللي فوق بعد ما خرمته، هبدأ ازينه باي حاجة عندنا، ستيكر، فوم، رسومات اللي بيعرف يرسم، باي حاجة يعني حسب الذوق وحسب الاختيار. وممكن نسيبها كده عادي مفيش مشكلة، بس انا حبيت احط برضو حرف الالف على الغلاف من بره كده. تمام. وبرضو عندي هنا زينت او قصيت اشكال، شكل قلب وشكل نجمة. انا حبيت الاشكال دول وهوزعهم كده برضو بطريقة عشوائية، هتديني منظر جميل برضو كده حلو يعني. تمام. هنا انا عندي دي بلزق بتلزق، بس برضو عشان ايه انا هلزقها، مش هحط لها شمع كده. هو الفوم بيمسك في بعضه مفيش مشكلة، مش هتفك منها كده. تمام. وهحط القلب ده كده، ده انا هلزقه عشان ده مش بيلزق. احطها كده. قلب تاني برضو احطه برضو كده. والنجمة دي برضو احطها هنا كده. كده الغلاف عندي بتاع الكتاب بقى جاهز بقى بالشكل ده. طبعا الرسومات او التزيين دي حسب الذوق، وكل واحد بيحط اللي هو شايفه حلو كده. انا حبيت دي جدا. وهجيب الكتاب كده. عندي هنا شرايط
بتلمع. كل فاليه بتلمع دي كده انا قصيت منها، هي كانت قطعه عندي وانا قصيت منها. دي اللي هربط منها، هثبت من هنا الكتاب. تمام كده. يبقى عندي الظهر والوش، ويبقى في النص الحرف بالتشكيل بتاعه. تمام. هربطها دلوقتي. بعد ما ربطت الكتاب بالشكل ده كده، انا سبتها كده تدي منظر. تمام. وقصيت برضو بالخرامة دوائر زي كده ولزقتها، حسيت ان هي يبقى شكلها برضو احسن. تمام اهو. ده كده عندي الكتاب بتاعي، وبكده تكون فكرتي خلصت اهي. تبقى بالشكل ده كده اهو كده. تمام. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، واتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي فيها حاجة حلوة مع دودي.